ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. والنهارده معايا فيديو جديد. لو اول مره تشوفوني، انا ماري من قناه ماري منصور فاميلي. اشتركي في القناه واكتبي لي كومنت حلو وانا هرد عليكي، واعملي لايك طبعا. وتعالي نشوف بقى الروتين النهارده ايه اللي فيه. وبصوا روتين حلو جدا ومميز زي كل مره. الكلام اللي بقولها لكم مقدمه خلاص حفظتوها بقى. بصوا بقى ندخل في الجد. بصوا انا رحت السوق، اشتريت شوية خضار وشوية لحوم، فتعالوا مع بعض نشوف هننضفهم ازاي وهنلم الحاجة دي ازاي وهنعمل روتين حلو قوي النهارده. خلاص يلا بينا بقى. بصوا مش هقول لكم ايه في ايه الروتين، انتوا طبعا معايا وهتعرفوا فيه ايه. دخلت كده على المطبخ وبدأت ان انا حطيت بس حبة خل كده ومية في طبق صغير، حتى باللبس اللي انا رحت بيه. وجبت كده فوطة وبدأت ان انا المع التلاجة من جوه لو عليها حاجة. على الرف بدأت الم حاجة الفطار احطها فوق، يعني في رف كده تحت الفريزر على طول حاجة الفطار. يعني الحمد لله يعني كانت التلاجة فاضية، يعني بتقول الحقوني. فكده كده داخل العيد، كل سنه وانتم طيبين وراس السنه والكلام ده، لازم نجيب ايه شويه اكل كده تخزين يعني. بس بصراحه قلت نجيب حاجه خفيفه كده عشان اعرف اشيل بس مش اكتر، خلاص اعرف اطلع بيه يعني وكده. بس فجبت بقى ايه، جبنه بعد لمعت التلاجة ونضفتها كده وخليتها ايه فله من جوه، طبعا خل كده ونضفتها. وما حطيتش ولا صابون ولا اي حاجه، انا لمعتها بس كده بالفوطه وخلاص. طبعا دي كرتونه البيض. البيض غلي جدا يا جماعه. كرتونه البيض الاحمر جايباها ب87 جنيه. انا معرفش في كل الاماكن كده ولا، طبعا بتختلف من مكان لمكان، الاسعار بتختلف، بس ده سعرها. جبت الأحمر كان ب87، الأبيض كان ب83 بس أنا عشان بجيب أبيض على طول فقلت أغير يعني المرة دي نجيب أحمر. معرفش ايه الفكرة مع إني بحب الأبيض، بس جبت أحمر. يمكن عشان غالي شوية. مش عارفة بجد، هي جت في دماغي إن أنا أجيب بيض أحمر عادي يعني. المهم يعني حطيتها في المنظم بتاعها. وكمان زاد كام بيضه كده، منظم مش بيشيل الكرتونه كلها. في طبعا كده رف في الباب، فبدات ان انا احط في الرف. بص بوريكم، كان في بيضه واحده بس من بيض الابيض، واحده بس يتيمه كده، فخليتها طبعا. كمان جبت ليمون. بصوا في خضار انا مش فاكره سعره وفي خضار فاكره سعره، بس الليمون كان ب10 جنيه. كان ب10، مش فاكره والله، كان ب10 باين، مش فاكره 10 15 او حاجه كده. المهم يعني جبت نص كيلو ليمون، لاني جبت من عند واحد بس بتاع خضار، فجبت حاجات كتير. طلعت كده المنظمات وبدات ان انا احط الفلفل، طبعا كان ب12 جنيه. برضو الاسعار يعني مرتفعه زي ما هي، ما فيش اسعار قلت ولا اي حاجه. العلبه اللي انا حطيت فيها المنظم اللي حطيت فيه الليمون لقيته مش هيقفل يعني، حطيت كده كام ليمونه بس مع الفلفل وقلت ابقى استخدمهم الاول. وبعدين انا كان عندي ليمون من الاول في التلاجة، فانا طلعت يعني العلبه اللي كان فيها الليمون، فخليته قلت كده انضف بيه الفراخ والحاجه اللي احنا جايبينها. هوريكم بقى خلطه كده حلوه يعني هنضف بيها الفراخ، خلاص غير كل مره يعني، قلت اغير بقى واعمل طريقه جديده معاكم. اتفقنا. كمان البطاطس برضو كان فيه ب10 وكان فيه ب12. خلاص ده كان اسعارها. انا جبت بقى من 10 بصراحة، كانت حلوة كده، هي كبيرة شوية بس حلوة يعني، مش كبيرة قوي يعني، حلوة. بلم الشنط اللي ساعات ما بعرفش افتحها، لاني ببقى ربطها جامد عشان ما اجي اشيلها اعرف اشيلها، فما بعرفش افتحها يعني. فاروح قطعاه. القطه جريت مني. بصراحه القطه كانت حلوه جدا بس كانت ب6 جنيه. خلاص. بصوا ولادي رايحين جايين قدام الكاميرا، يعني ما تاخدوش في بالكم، اعملوا نفسكم مش واخدين بالكم. بصوا الطماطم حلوه جدا وناشفه كده، انا بحب اصلا الطماطم ناشفه. بصراحه الخضار في الشتاء اصلا بيبقى حلو، يعني بتحس ان هو فريش. ممكن نسبة الرطوبة في الجو او البرودة بتحافظ على الفاكهة او الخضار شوية. خلاص. بس كان عندي فلفل رومي كده، بدأت ان انا احوش منه، يعني احط الفلفل الرومي على الفلفل التاني بحيث ان انا انظم شوية جوه التلاجة. حطيت الطماطم، لان طبعا الطماطم لا بيت يستغنى عن الطماطم. شكلنا هنروح تاني السوق قبل العيد لان في حاجات كتيرة هنشتريها طبعا، فانا قلت بس اقضي كده كام يوم. وبالنسبه للحاجه يعني اللي شريناها خلاص. كمان جبت فراوله، برضو الفراوله كان الكيلو ب12 جنيه. طبعا الفراوله ما بحبش لو جبت منها كتير ممكن اخزنها في الفريزر. لكن اول ما بجيبها كده لازم اغسلها، ويا تتعصر يا تتاكل، ما ينفعش تبيت من غير ما تتغسل الا للضروره القصوى. لو انا عيانه جابولي فراوله وما غسلتهاش،
فدي بيبقى غصب عني، بس تاني يوم لازم اغسلها، لان الفراوله عمرها صغير. يعني اقصد صغير ازاي؟ يعني مش بتستحمل ان هي تقعد يوم واتنين وتلاته في التلاجة، لا. عمرها قصير. كمان فتحت الخيار ان انا احط في منظم، قلت لا درج التلاجة فاضي، فحطيته كمان في درج التلاجة. خلاص. بصوا انا مبحبش اغسل الخضار، بيبقى عمره قصير بيبوظ بسرعة، يا اما اغسله اما افرزه، بس غير كده لا. ممكن الفاكهة اغسلها، بس انا كنت مستعجله ورايا حاجات كتير عايزه اعملها، فبصراحه فضيت كده البرتقال عايز يتغسل. انا بحب اغسل البرتقال والموز والبطيخ، اي فاكهه والاستفندي وكل حاجه لازم اغسلها، ما ينفعش اقشرها من غير ما تتغسل يعني. بس فكمان حطيت كده في المنظم، بس بعد ما حطيت في المنظم كده لقيت شكله مش حلو قوي على البار، فهغيره تاني. يعني رحت اجيب كده كام منظم كده من عندي، وهبدأ ان انا اروق الدنيا يعني وانظمهم تاني. كمان حطيت الاستفندي بعد ما جبته كده ووزنت، بصراحة لقيته مالح. رجعت في كلامي، كنت اجيب كيس تاني مش مالح، محدق كده مش حلو مش مسكر يعني، فما رضيتش اجيب تاني. قلت له كفايه كده علينا، لا حلوين يعني. ما رضيتش ارجع في كلامي اقول له لا ومش لا. الواد بصي عمال يقول حلو ومش عارف ايه، فمارو قشر واحد لان مارسينو كان معاه، فبيقول له خد واحده يا ماما، دقتها لقيتها حادقه جدا. قلت له كفايه علينا كده استفندي بصراحه. بصوا ده حطيت في المنظمات كده. بصوا دي الستاره، فاكرين اللي قطعها دونجل؟ خدتها اخيرا، خدتها النهارده وقصيت الجزء اللي تحت، الحمد لله طلع مش كتير، والست ظبطتها لي كده و بقت سليمه الحمد لله، رجعت زي ما كان. بس اكيد قصرت شويه، أنا لسه ما جربت. نقلت هنا البرتقال علشان الطبق كان شكله مش حلو، يعني منظم بتاع التلاجة من جوه، وحطيت كده وزادوا كام واحده، حطيتهم مع الاستفندي عادي يعني، كله شغال مش هتفرق معانا كتير. بس بص انا بتكلم معاكم عادي عشان انا بتكلم بطبيعتي. حد يقول لي مش عارف، لا انا بتكلم بطبيعتي. دي شنطه مارسين وليه اسد دي وكده. تعالوا بقى نشوف هننضف الفراخ والسمك اللي معانا دي والحاجات اللي معانا. بص ده الليمون اللي كان في التلاجة، هحطه كده على جنب عشان ده كان ليمون قديم. بس فانا مسكت كده شويه المواعين دول، قلت اغسلهم الاول علشان انضف كده الحوض وابدا ان انا استخدم. كمان قفلت العلبه بتاعه قولوا معايا الفراوله، علشان لما اجي اغسل فراخ والكلام ده مثلا ما يفطش من ايديا ميه والكلام ده، عشان ميبقاش فيها زفاره وكده. خلاص. الطبق اللي انا طلعته جنب الميكرويف ده طلعته من التلاجة عشان انا بعمل لمارو بانيه لما يكون رايح الحضانه وكده، سندوتشات يعني بانيه متبل وكده، علشان هو يعني بياكل لوحده، حبه صغيرين يعني، فبعمل له يدوب سندوتشات وبس. فانا حطاه كده على جنب بحيث ان هو كان متبل، فقلت يعني اعمل له منه او ياكل سندوتش او اي حاجه عشان نخلص منهم بقى وكده، فحطهم له على جنب. جبنا سيرته وقال انا جيت. سلم عليهم قول لهم ازيكم عاملين ايه. انا كنت جاي من المدرسه. كان جاي من المدرسة. بس فمسكت كده كام طبق كده، ويعني كام منظم كده كانوا بتوع التلاجة، وانا غسلتهم معاكم اهو عشان الدنيا تروق كده حواليا وتنضف يعني، وتبقى تمام، واعرف اشتغل على الرخامة. لان بصراحة ما بعرفش اشتغل، اي حد مش انا بس مش عارف يشتغل على الرخامة من غير ما يكون الحوض نضيف. طبعا عارفه ان انتوا شاطرين واحسن مني بكتير، وبتعملوا اكل احلى مني وبتنضفوا وتروقوا احسن مني، بس انا بشجعكم كده واحمسكم، وانتوا كمان بتشجعوني تحمسوني. بص بقى ده كوزلانشو، وده صوص كده بتاع صوص شوكولاته. خلاص. بصراحه جبته لاني عندي صوص فراوله، وجبت صوص شوكولاته. ودي بطه بقى جايباها ان انا اشيلها بقى كده للعيد، بعد العيد مش عارفه بقى، بس لقيت في بط كده حلو اللي هو بط العابد، بصراحه انا بحبه جدا ومجرباه ونضيف كده وحلو، فانا بحب استخدمه. فانا لقيت بط بقى جبت واحده يعني، قلت اشيلها في الفريزر، فحطيتها زي ما هي متكيسه لان من لسه متفرزه. بصوا بالنسبه بقى للسمك ده، انا بحب اجيبه بالذات السمك اللي هو بيتشوي ده، اسمه مكاريل باين حاجه كده. كان الكيلو مثلا 70 75، كان غالي يعني، لان لما سالتها قالت لي غلي، مش عارف ليه بس هو غالي. كعادي يعني، زي حاجه بتغلى، مش عارف 65 ولا 70، ما علينا. كان الكيلو يعني سعره هو يا 75 يا 70، مش فاكره ايه بالظبط. المهم جبت 4 سمكات كده بحيث ان نشويهم بقى والكلام ده، لان انا بحب السمك ده في الشوي بصراحه. جبتهم من غير ما انضفهم ولا اي حاجه، بس غيرت الكيس علشان فيه زفاره وكده، فجبت كيس نظيف وحطيت ال4 سمكات كده جنب بعض وعلى الفريزر. هو انا عندي سمك في الفريزر بس انا حبيت ازود يعني، بس فجبت 4 بس وحطيتهم في الفريزر، وانا عندي سمك تاني فقلت يعني
يبقى عندي، لاني انا عامله الدرج اللي فوق خالص ده بتاع السمك بس. خلاص كمان جبت ايه، كبد وقوانص. بصوا انا هعمل فيها ايه، جبتها كده طبعا اي كيس بتاع لحوم او اي كيس ساكن بترميه على طول، الا الاكياس بتاعه الخضار ساعات بخليها عشان احطها في الباسكت الصغير. ماركو كان خارج بقى مع باباه، لسه جاي بقى لسه هيشوفني بس، فجاي بتعملي ايه كده يعني. فطبعا جبت الكبد والقوانص بتاعه الفراخ، الكيلو كان تقريبا ب55، ب55. بصوا هتجيبي ايه، فاكرين الليمون؟ طبعا الليمون ده كان عندي من الاول، فقلت استخدمه بقى عشان ما اخلي الليمون اللي انا لسه جايباه فريش كده اخليه، علشان الليمون بصراحه معايا بيقعد يعني بيقعد كتير، بس وانا بحب استخدمه دايما لازم يبقى عندي ليمون. خلاص مسكت كده كام ليمونه قطعتهم، وبدات ان انا بعد ما شطفت الكبد والقوانص شطفتها بس بميه كده، وبدات عصرت عليها ليمون وحطيت كمان حبه ملح، واحط كمان حبه دقيق. بص دونجل جاني اهو، خايفه يقلب البانيه بتاع مارسيلينو وياكله بصراحه، او ممكن ياكله ني معرفش، بس هو ما باكلش حاجه نيه بس يعني ممكن. خلاص كده جوزي طلعه بره، وانا عشان لمسته كده فقلت لا لازم اصبن ايدي عشان انا بعمل اكل والكلام ده. بس جبت حبه دقيق كده كمان احطهم على الكبد والقوانص. جربي الطريقه دي فعلا بأمانة ربنا، بص مش هتشمي ريحه زفاره خالص. دقيق وملح وكمان عليه كده كام ليمونه حلوين. خلاص هسيبهم بقى ينزلوا الزفاره بتاعتهم وينضفوا كده مع نفسهم، وخلاص بقى اسيبهم يتنقعوا يعني شويه ياخدوا وقتهم كده. وكمان هجيب طبق كده بوله كبير، وهبدأ ان انا هشطفه كده واشوف ايه تاني جايبين مع بعض. بصوا بقى جايبين بانيه وكمان جايبه وراك. خلاص بالنسبه بقى للوراك سعرها عالي، يعني مش فاكره كان بكام بكام، كان ب52 جنيه كيلو، كان ب52. كان ب52 ما شاء الله، ضرب عالي يعني. اخر مره كنت جايباه 45، ب52 يعني 7 جنيه حلوين مش وحشين، يلا مش مشكله. المهم جبت كده هفصل بقى الدبوس عن الجزء ده، لاني عايزين نعمل لهم كنتاكي بس طبعا بعد العيد والكلام ده، فقلت بقى اجهز كده بحيث ان انا اشتري بقى شويه حاجات. مش عارفه لحد دلوقتي هعمل اكل للعيد ايه، فخليها بقى مفاجاه معاكم بقى، هعمل لكم شويه اكل عيد يا لهوي ان شاء الله باذن ربنا لو كان لينا عمر يعني. بس مسكت كده الورك وبدات ان انا اقطعه كده اقسمه نصين، بحيث ان انا افصل الجزء ده عن ده يعني. علشان ايه، بدب كده السكينه عشان انا بحب الورك اكبر شويه، مش بقطعه عند الدبوسه المفصل، لا بقطعه اكبر سنه علشان اللي ياخد ورك كده يبقى لسه فيه لحمه كده يعني. لكن لما بقطعه عند الدبوسه بحس ان هو صغنن خالص ملوش لازمه يعني. بس فبدات ان انا كده اقطعه، وهقطع كل الكميه اللي انا جايباها. والبانيه برضو كان ب114 جنيه، 114. كان 114 الكيلو، غلي بصوا بطريقه بشعه مش عارفه، كان 114 كيلو. يلا الحمد لله. بس مسكت كده الوراك وبدات ان انا اقطعها. بصوا بقى في ناس بتحب تجيب فراخ وتقطعها، يعني ايه، تعمل الوراك لوحديها والدبابيس لوحديها والاجزاء الصدر لوحده والاجنحه لوحديها، وطلع كبد وقوانص وتعمل بانيه والكلام ده. لا انا بحبش كده، انا اجيب الفرخه كامله اشويها احشيها ماشي، اعملها سليمه. لكن اجيب مثلا كام فرخه وابدا ان انا اوزعهم واعمل اطباق والكلام ده، لا بصراحه ما بعملش كده خالص. بس ممكن اعمل عادي يعني، بس ايه بحس ان كده يعني هو الراجل بيقطعهم ويهندمهم ويظبطهم ويديني البانيه متقطع ونضيف، وفي نفس الوقت باخد وراك زي ما انا عايزه. وما عايزه فراخ بجيب فراخ يعني فرخه سليمه كده او فرختين على حسب الغزاله يعني لما يكون متهيالي، واعملها واجيب اللي انا عايزاه. بس حطيت هنا بقى حبه دقيق وحبه ملح، وعصرت كده كام ليمونه حلوين. بعتذر من كل صوت الدوشه دي بتاعت مارسيلينو، مش عارفه مش ساكت عمال يلعب وماما ماما ماما كده يعني. بس مسكت بقى كده ايه، طبعا بعد ما عملت بقى الوراك وحطيتها بقى على جنب، اشتري الكميه اللي انت عايزاها واللي انت تخزنيها. انا بالنسبه لي اجيب اي كميه بحيث ان انا عندي فريزر فبخزن فيه يعني عادي، اجيب اي اكل واخزنه، مش فارقه معايا كتير فاهمين. بس يعني مش بجيب حاجه معينه ان انا مثلا كفي الشهر او مش عارف يومين 3، لا انا بجيبه واحطه في الفريزر عادي، ممكن اروح اجيب تاني ويبقى عندي فراخ فاهمني. بس
فانا جبت كده بقى عشان داخل علينا عيد وبعد العيد والكلام ده، والضيوف هتيجي واحنا هنروح وكده يعني. بس كمان جبت برضو البانيه ومسكت كده كام ليمونه وبدات ان انا اعصرهم عليها، علشان بص انا شطفته بس كده، لاني لما بحط بصراحه على البانيه بالذات احط له خل بلاقي لونه مش مديني لون الوردي، لا ابيض كده، فما بحبش لونه خالص بصراحه. في ناس بتحب الخل، هو نظافة يعني مش حاجة، بس انا بحس ان لونه الوردي بتاعه بيختفي كده من عليه، فبحب ان انا احط له ليمون لو ما عنديش اي حاجة خالص، يعني ان انا انضفه بليمون. المهم حطيت ليمون وحبة دقيق وحطيت ملح، بس ما حطيتش ايه مية طبعا زي الوراك وكده. الوراك لان فيها زلال، عارفين الزلال اللي هو ايه، مادة كده مطاطية، هو ده اسمه زلال، فبحط له مية بحيث ان الزلال ده ينزل في المية. كمان لو انت عندك عايزة ترش عليه رشة قرفة تمام، عايزة ترشي جنزبيل ده يبقى مية مية بقى، لو جنزبيل عندك مطحون ورشتيه عليه بينضف احلى كمان، وهو كده برضه هينضف يبقى زي الفل. بس ركنت بقى البانيه ما حطيتلوش ميه ولا اي حاجه، عملت له خلطه بس، والقوانص برضو او الكبد حطيت لها الخلطه اللي انا عملتها بس، الا الفراخ هي اللي نقعتها وزودتها ميه، فاهمين؟ بس ركنتهم هنا على جنب عشان اوسع الرخامه واغسل الجزء ده، لان طبعا حطيت عليه سمك وفراخ والكلام ده فزفر، فلازم يتغسل بالحوض اللي عليه كمان، لاني طبعا بغسل في الحوض. بس بما اني يعني الحمد لله المطبخ عندي نظيف ما فيهوش حاجه، وطبعا وغسلنا المواعين باول باول، فالدنيا رايقه، هشطب بس الرخامه كده وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. كان في ناس سالتني على المساحه بتاعه الرخامه دي، بتتباع عند اي واحد بتاع منظفات او اي واحد بتاع ادوات منزليه هتلاقيها يعني، ما اعرفش مش فاكره كانت بكام، لان حد سالني عليها انا مش فاكره بصراحه، جايباها من بدري فانا مش فاكره هي كانت بكام، يعني مش هتزيد عن 10 جنيه مثلا، ده لو بكتير 15 12 حاجه كده، فاهميني؟ بس مش اغلى من كده يعني، بس فانا مش فاكره بصراحه سعرها بكام. المهم يعني شطفت كده الحوض ومسحت بيها المساحه، حسيت ان ايدي زفره كده شميتها ايه. بس بدأت ان انا صبنتها كمان تاني علشان نغسل الفراولة. طبعا زي ما قلت لكم انا بحبهاش تبات مش مغسولة، اما لو كان في حاجة كبيرة قوي يعني، هي اللي مخلينيش اغسلها. بس مسكت كده الفراولة وبدأت ان انا اغسلها واشيل الفرع بتاعها الاخضر ده، الزرع بتاعها اشيله كده ايه من يعني من مكانه كده، وبغسل واحده واحده، بص فاتحه الميه بس حاجه بسيطه، وكمان انا ماليه الطبق اللي هو فيه ميه بقى ملياه يعني على الاخر، وبدات ان انا اشيلها بحيث ان انا لو عايزه اعملها مثلا عصير اعمل لها عصير، عايزه الولاد ياكلوها كده بالواحده زي ما هم يحبوها. انا عن نفسي ممكن اخد واحده كده سليمه، بس بحبها عصير اكتر يعني. خلاص، فاعمليها عصير، وبالذات بقى لو عندك بنجر وحطيتي حته بقى مع العصير تديكي فوائد وقيمة غذائية ولون تحفة. بس جربي حط عليها بنجر كده انت بتعصري، تديكي لون تحفة حلو جدا، وكمان قيمة غذائية عالية، ولو الولاد طبعا ما بيحبوش البنجر والكلام ده. بص انا هنا طفيت الكاميرا عشان اخلص الفراولة، فانا خلصت الفراولة طلع اللي اكل الفراولة خد فراولايه، ومش كنت انا خلصت بقى لميت كل القشر ده ورميته في الباسكت، وبدأت ان انا كمان هغسل المنظم اللي انا كنت حاطه فيه الفراوله عشان اغسله يعني يبقى نظيف، مبقاش عندي مواعين. انا بحب اغسل كل حاجه باول باول. كمان صبنت الحوض تاني، مش عارف ايه فكره الحوض، بس قلت علشان يعني لو في حاجه وكده، انا ما فضيتش الفراوله في الحوض، لا انا زي ما هي كانت في المنظم مليتها ميه وبدات ان انا انضف بس، وحطيتها بقى في المنظم اللي ايه المخرم ده، طبق مخرم كده بحيث ان هي تصفي لو فيها ميه ولا اي حاجه من وانا بغسلها يعني، وسبته لهم ان هم ياكلوا فيه وايه ويروحوا ييجوا عليه يعني لو عايزين، بعد كده لو عايزين بقى اعمل لهم عصير اعمله لهم عصير تمام. كمان شلت الشنط اللي انا حطيت منها السمك. تعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه تاني. بصوا بقى، جبت بقى المساحة دي وبدأت ان انا اعملها كده. بصوا حد سألني برضو نوع المساحة دي ايه، انا معرفش نوع ايه ولا ماركتها ايه ومش مكتوب عليها حاجة اصلا. والله بس انا لما جبتها كانت ب125 جنيه، بس كانت من كذا سنة يعني، مش فاكرة سنتين او 3 كمان، فانا دلوقتي معرفش سعرها بقى كام. انا شفت منها نازل تاني ونفس الشكل ونفس البتاع، بس بصراحة ما سألتش على سعرها دلوقتي بكام، يعني الحاجة بتختلف
تقريبا كل يوم الاسعار مختلفه غير التانية، فانا ما اعرفش ماركتها ايه. فهي بصراحه كتبت لي كومنت وانا ما عرفتش ارد عليها، اقول لها ايه، اقول لها مش عارفه سعرها ولا اقول لها مش عارفه ماركتها. فبصراحه انا اديني رديت عليك في الفيديو خلاص عشان ما تبقيش زعلانه مني، يعني تقولي طنشتني، بس بامانه انا ما اعرفش سعرها كام. انا ما اعرفش دلوقتي سعرها كام بامانه، ولا اعرف اسمها ايه. خلاص ماركتها هي مساحه وخلاص. جبت السجاده كمان، انا طبعا كنت غسلاها فجبتها كده وبدات ان انا افرشها كده وانظمها، لان هي كبيره شويه على يعني بتنيها شويه، هي عشان طريه بتتني معايا وتبقى زي الفل. خلاص بقى، وشلت كمان المنظم ده علشان احط تحتيه السجاده، هي بتيجي طرفه بس حاجه بسيطه كده تحتيه. وكده طبعا نضفت المطبخ بتاعي ونضفت الحاجه، فاضل بس اشطب بس كده بعد كام يعني ساعه او ساعتين، اشطب بس الفراخ واكيسها واحطها في الفريزر واحطها في اكياس والكلام ده بتاعت التلاجة. بصوا بقى، وبكده خلصنا بقى كل اللي ورانا وظبطنا الدنيا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ومتنسوش تعملوا لايك الفيديو ده وتشترك في القناة. يلا باي باي باي.